لازم العريس هو اللي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. الزواج نعمة من الله عز وجل. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة عشان نشتغل، صح ولا مش صح؟ عشان لو ما اتجوزوش مش هنشتغل. طيب ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي حماية. وقال صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله بزوجة صالحة فقد أعانه على شطر دينه. شطر دينه يعني ايه يا اخوانا؟ نص دينه. طيب لو عايز يكمل دينه يعمل ايه؟ يتجوز التانية. بطاقة حضرتك لو سمحت. وقع في الفخ. المشكلة انه شكله قاعد جنب المدام كمان، فيعني هتوحشنا والله. كان ضحكته جميلة يعني. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيسمي الزواج في القرآن الكريم ميثاق غليظ. ميثاق ايه؟ غليظ. يعني ميثاق قدسي، ميثاق جعله الله عز وجل. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته. آية يعني معجزة. وعشان نعرف قد ايه هي معجزة فعلا، قبل بقى ما نقول صيغة العقد، العروسة صاحب الكلمة عليها مين؟ والدها، صح كده؟ بعد العقد مباشرة يبقى صاحب الكلمة مين؟ طيب بأمارة ايه؟ ما تقول بقى. مين بقى اللي أكل وشرب ولبس وربى وعمل كل ده؟ صح كده؟ بكلمة واحدة تنتقل المسؤولية لمين؟ آية دي ولا مش آية؟ معجزة ولا مش معجزة؟ لذلك سبحان الله ربنا يقول بقى: ومن آياته أن خلق لكم من إيه؟ أنفسكم. يعني هي أنت وأنت إيه؟ هي انتوا الاثنين بقيتوا ايه؟ فكل ما يسعدها يسعدك، وكل ما يسعدك برضو ايه؟ يسعدها. بقيت حضرتك دلوقتي المسؤول الرسمي عن سعادتها، وهي بقت المسؤولة الرسمية عن ايه؟ سعادتك. طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى يعلمنا كمان، هل الزواج هو عبارة عن علاقة جسدية ولا علاقة إيمانية؟ يقول الله عز وجل: وجعل بينكم مودة وإيه؟ ورحمة لتسكنوا إليها. الأول دي علاقة إيمانية ولا علاقة جسدية؟ علاقة إيمانية. طب المودة إيمانية برضه، والرحمة. وكأن ربنا بيقول لنا الزواج هو عبارة عن علاقة إيه؟ إيمانية. من أول ما يقول زوجني يقول له قبلت زواجها، تنتقل المسؤولية من هنا لهنا. المسؤولية دي عبارة عن ايه بقى يا جماعة؟ المسؤولية دي عبارة عن اكل وشرب ولبس؟ لا، هو كده كده مضى وايه؟ وبصر. الاهم من ده كله بقى الدين. اخبار الصلاة بتاعها مين يحاسب؟ هو اللي يحاسب. طيب اخبار بقى بر الوالدين، هو برضو اللي يحاسب.
طب اخبار صلة الرحم، اخبار القرآن، اخبار كل الدين بتاعها، مين اللي هيحاسب دلوقتي؟ طبعا ما كانش ينفع اقول الكلام ده قبل ما ايه، كان طبعا هيقول لي صاحبي منتظر بره والحركات دي مجربينها قبل كده كتير. ننصح بقى العريس بوصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وننصح العروسة بوصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بمين؟ القوارير. يبقى النبي بيقول لنا علينا ان احنا نتعامل بايه؟ برفق. ومهم جدا ان انا خلاص دلوقتي ابقى مهتم بقارورة بتاعتي انا بس، ماليش دعوه ببقيه الايه؟ مهم جدا الموضوع ده، عشان واحد في كاتب كتاب بيقول لي النبي بيقول رفقا بالقوارير، النبي ما قالش. قلت له لا، القوارير هنا المقصود بيها زوجتك ووالدتك واختك وعمتك، القوارير اللي هم المحارم ايه؟ بتوعك يعني. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي الرجال ايضا فيقول خيركم لمين؟ لأهله، وأنا خيركم لأهله. فاحنا دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بقى كل امرأة مسلمة فيقول ولن تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولن تؤدي المرأة حق مين؟ ربها حتى تؤدي حق مين؟ زوجها. هذه العلاقة الإيمانية سبحان الله تخلي البيت مليان سعادة وبركة. لما يجي يدخل البيت يقول بسم الله، الملائكة تقول ليس لكم مبيت الليل. يجي ياكل يقول بسم الله، الشيطان يقول ملناش طعام اليوم. فيبقى البيت ما شاء الله مليان خير وبركة وسعادة. هو بقى يتفنن ان هو يتودد اليها. ربنا يقول وجعل بينكم ايه؟ مودة ورحمة، وهي ايضا تتفنن في ان تتودد اليه. هذا البيت ايها الاخوة الكرام ربنا سبحانه وتعالى يجعله بقى سبب للذرية الصالحة. ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب لتوسعة الرزق. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله أن يعينهم. مين اللي هيعين؟ الله. من ضمنهم بقى الناكح يريد العفاف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا. اللهم اجعل هذا الزواج زواجا مباركا، واجعل منه الذرية الصالحة، البنين منهم والبنات، الصالحين منهم والصالحات. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا. اللهم املأ بيتهم فرحا وسعادة وبركة يا رب العالمين. اللهم ارزقهم بالذرية الصالحة. اللهم اجعله أحب أبناء آدم إلى قلبها، واجعلها أحب بنات آدم إلى قلبه. وكل من قال آمين يا رب العالمين. نفسك في أي حاجة عريس؟ ما نفسكش في أي حاجة؟ ها؟ حط إيدك في إيد عمك. طبعا ده زواج مش ريست. ها؟ أيوه بالراحة على عمك كده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إني استخرت الله العظيم إني استخرت الله العظيم وأطلب منك وأطلب منك الزواج الزواج من ابنتك من ابنتك وموكلتك وموكلتك نادين إيهاب مصطفى نادين إيهاب مصطفى البكر الرشيد البكر الرشيد على كتاب الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله عاجله وآجله وبشهادة الشهود وبشهادة الشهود والله خير الشاهدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إني استخرت الله العظيم إني استخرت الله العظيم وقبلت زواجك من ابنتي وموكلتي وموكلتي نادين إيهاب مصطفى البكر الرشيد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله بشهادة الشهود والله خير الشاهدين. وأنا قبلت وأعاهد الله تعالى والحضور شهود على أن نعاملها معاملة ترضي الله ورسوله. وأنا قبلت وأعاهد الله تعالى والحضور شهود على أن أنصح لكم في الله تعالى. قولوا جميعا بارك الله لهما بارك الله لكما وبارك عليهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وجمع بينهما في خير. بارك الله لهما بارك الله
الله لهما وبارك عليهما وبارك عليه وجمع بينهما في خير. وجمع بينهما في خير. بارك الله لهما بارك الله لهما وبارك عليهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وجمع بينهما. اللي بعده ان شاء الله يا اخوانا.